السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم انتقالات الزمالك أو صفقات الزمالك. أول حاجة في الفيديو ده عايزك تقيم موسم انتقالات الزمالك أو صفقات الزمالك من 1 ل10. تمام؟ طيب. في البداية طبعا فضل خلاص يوم 1 على الانتقالات، واحنا تقريبا يعتبر خلاص بنفنش كده. الزمالك جاب أغلب اللعيبة اللي المفروض إن هم جون إدوارد كان حاطط دماغه عليهم. يمكن احنا لحد دلوقتي عندنا ازمه في اللي هي في الجبهه اليمين، اللي هو مين اللي هيلعب وينج رايت. المفروض ان احنا دلوقتي على ارض الواقع ما عندناش حد غير ايشو هو اللي هيلعب وينج رايت. محتاجين صفقه ثانيه. هل خلال اليوم ده هيلحقوا يخلصوا؟ في لاعب اسمه ماتيوس ده برازيلي ممكن يجيبوه، لسه في كلام عليه بس ما اعتقدش بنسبه كبيره ما يكونش. ولو اللاعب دوت ما جاش ممكن احمد الجفالي يكمل. فانت كده مضطر تلعب الموسم كله بالناحيه اليمين بايشو او احمد الجفالي او لحد يناير. يعني اعتقد ان احنا المفروض خلاص كصفقات، يعني مش هقول فيهم الصفقه السوبر اللي هي، لكن المفروض ان احنا نجهز نفسنا ان احنا في يناير لازم نجيب صفقه او 2 سوبر يشيلوا الفريق. والموسم الجديد ان شاء الله مع نهايه الموسم ده يبقى كلها صفقات سوبر. انا عايز الناس تقيم الصفقات لحد الان. انا شايف ان راس الحربه تمام، عدي الدباغ والناس دي، او ممكن لاعب عدي الدباغ وينج يمين عادي لحد ما نجيب صفقه ثانيه. ومع اللاعب اللي احمد شريف وشيكو بنزا والناس دي هي والفلسطيني وكل الدنيا تمام. فمستني تقييم الناس على صفقات جون ادوارد. السلام عليكم.